وقال البحر نقل مباشر لحالة البحر. حالته ايه؟ طمنون عليه. اقول لكم نبدأ نقول بسرعة على الرسول عليه الصلاة والسلام. ارتفاع الأمواج من متوسط لعالي. إيه، الموج عندنا لما كان بيبقى هادي كنا بنقول سجادة، النهاردة كانوا بينفضوا السجادة يا جماعة. صوت تلاطم الأمواج ما كانش صوت موج، كان صوت رعد. مفزع فعلا يعني. ومع ذلك لأن في ناس كانوا مقررين انهم هيجوا البحر النهاردة وتكلفوا نفسهم ويجوا، فكانوا بينزلوا المية وعملنا يعني جهدنا ان احنا ننصحهم يا جماعة المشكلة ما تنزلوش الأطفال الصغيرين، ده مش موج عالي، ده سحب. السحب يعني تيارات مائية داخلية، ومش التيارات المائية المتوقعة يعني. أي صياد أو أي قبطان مركب بيبقى عارف إن التيارات المائية سواء دافئة أو باردة أو ليها رسمة على الخريطة ومتوقعة وليها فترات معينة. لكن التيارات المائية أو السحب اللي غير عادي ده إيه رهيب. إيه أولا احنا البورفؤادية كلهم عارفين إن أول لما تبدأ القافلة بتاعة الشمال والجنوب يعني السفن هتبدأ تدخل الموجات أو هتبدأ تدخل التفريع. بيبدأ عملية مد وجزر ده نتيجة للمحركات بتاعة السفن زي ما تكون معلقة بتقلب فيها كوباية شاي، فبيبدأ البحر يبقى فيه موج خفيف ويبدأ فيه السحب. لكن اللي احنا شفناه النهاردة نتيجة حركة القشرة الأرضية والزلازل اللي حصلت في البحر. ف مش تقليب معلقة زي ما كنت شغلت خلاط. ال- السحب من كان نص متر بقى مترين وتلاتة. الجزر عالي جدا، يعني الجزر مساحة الشط كبرت جدا، فاحنا ماشيين على شط في منطقة الأصول النهب كانت بتبقى جوه البحر. في أماكن كتيرة رجلينا كانت بتغور فيها. الموجة بتطلع لغاية بره فبدأت تسحب الرمل وتدخله جوه. آم، احنا مش عارفين نهاية الوضع ده هيكون ايه. يوم سلم سلم يا رب، ربنا يحفظ الجميع. بس أهم